ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبه نستعين. وحشتوني وحشتوني، وبشكر كل اللي بيشتركوا معايا جداد في القناة من برا مصر ومن داخل مصر، وبحبكم وربنا يخليكم ليا يا رب وما يحرمنيش منكم ابدا. طيب انا النهارده هعمل معاكم حاجه بتاعت زمان كده، وهعملها معاكم من الالف للياء. طيب ايه هي يا مؤنس؟ هقول لكم دلوقتي. طبعا احنا عارفين الفول اللي بندمسه، اللي احنا بناكله مثلا في الفطار، او الفول النابت او ايا كان. هو انا بتكلم عن الفوله ذات نفسها. انا جبت حوالي نص كيلو فول من عند العطار. تعالي اوبا طمطم ايه؟ قول لهم ازيكم، قول لهم ازيكم. نعيدها كده جنبينا. هي جات لي تحت رجليا وانا واقفه معاكم، بس اصبري بقى، اصبري. بصوا بقى، يعني عايزه تجيب اي حاجه. انا جبت نص كيلو فول تدميس من عند العطار، ومسكته بليته يوم كامل بالظبط في ميه بارده وميه سخنه زي ما بتحبي، وبقيت اغير له الميه كل شويه. تمام. طيب تاني يوم عملت ايه بقى؟ تاني يوم جبت فوطه نظيفه او حته قماشه زي ما يكون عندكم، وحطيتها بليتها زي ما انتم شايفين كده في الطبق. بليتها كده في الطبق وحطيتها، وحطيت الفول اللي انا نقعته ليله كامله في قلب الفوطه دي، وغطيت عليه كده اهو، وسبته برده ليله كامله. شايفين؟ غطيته برده كده، وكل شويه كنت بسقسقه بالميه. طيب عملتيه ليه كده يا ام انس؟ احنا عارفين ان احنا بنبل الفول بس، مفيش فوطه ومفيش الكلام ده. انا عايزاه فول نابت، عايزاه ينبت. عارفين الفول النابت اللي احنا بنجيبه؟ شايفين النبته دي؟ انا عايزاه كده. بصوا كمان انا هقرب لكم عند الكاميرا كده شويه. شايفين هو منبت ازاي؟ شايفين؟ مش عارفه هو واضح معاكم ولا لا، بس يا طمطم بصوا، بصوا النباته بتاعته او النبته بتاعته طلعت ازاي. اللي طلعها كده الفوطه المبلوله ديت ليله كامله، هي اللي عملت فيه كده. انا النهارده هعمل معاكم فول نابت، فول نابت، وهعمل فتة فول. يعني هعمل شوربة الفول وبعد كده هستخدمها في فتة ايه؟ الفول. يلا بينا مع بعض بقى نشوف هنعمل ايه. اولا هي لازما بسلطة. انا نقع السلطة اهي في مية وخل، زي ما عودتكم معايا ان انا بنقع الخضار في مية وخل. ومعايا الفول اللي انا عملته هشطفه، وتعالوا نشوفوا بعد ما هشطفه هنعمل ايه. يلا بينا. بس انا قلت لكم الاول ان انا نقعته ليله كامله بميه بس، وبعد الليله الكامله حطيته في قلب الفوطه المبلوله وغطيت عليه. وكل ما الفوطه بتبتدي تشرب الميه ببلها تاني من فوق عشان يطلع النبته بتاعته دي، عشان هعمله فول نابت زي ما وريتكم كده. نص كيلو فول تدميس من عند العطار. يلا بقى بينا نشوف هنعمل ايه. كده انا حطيت حله على النار، وحطيت فيها شويه ميه يغلوا زي ما انتم شايفين اهو. هرمي فيها بصلايه كبيره مقطعاها. تمام. عايزه اقول لكم بقى نص كيلو الفول اللي انا جايباه عمل لي كيس فول اهو، وعمل لي قده، يعني دول نصين، يعني ده قد ده، يعني يعتبر عمل لي كيسين فول. عايزه اقول لكم ان كوبايه الفول النابت ب10 جنيه، انا جايبه نص كيلو اقل من 20 جنيه. يبقى كده اوفر لك ولا مش اوفر لك؟ وانضف. الفول اللي بره بايظ ويقرف وما تعرفيش هو معمول ازاي. شايفين نص كيلو الفول عمل لي ايه؟ الكيس ده انا هعمل لكم بيه نوع فول تاني هنبقى نعمله مع بعض. انا شطفت الفول ده وهبتدي بقى انزله في الميه مع البصلايه زي ما انتم شايفين اهو. هحط ايه؟ هحط شويه كمون، خدي يا عمر تمارة، شويه كمون، شويه فلفل اسود صغننين، شويه فلفل اسود مش كتير،
وبحب كمان احط له فص ماجي، فص مرقه دجاج او مكعب مرقه دجاج. بس هو فين؟ تعالى يا عمر. مش عارفه عيالي بيودولي الحاجه فين. لا مكعب مرقه دجاج. يبقى كده احنا حطينا الفول النابت وحطينا بصلايه زي ما انتم شايفين، وحطينا نص معلقه كمون ونص وشويه فلفل اسود وفرفوره بهار ومكعب ماجي. هقلبه تقليبه واغطي عليه وهسيبه يستوي. تمام كده، تمام كده. بعد ما يستوي هرجع لكم. ده بقى طبق السلطه اللي انا نقعاه، اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو البقدونس والخيار والطماطم والفلفل. ده لازم انا اقطعه عشان بنحتاجه في فتة النابت. هخرط بقى السلطه في الطبق ده، وبعد ما اخرط هرجع لكم. كده خلاص هو استوى. انا طبعا ما رميتش الملح معاكم، شايفين كده خلاص. انا نسيت اقول لكم كمان ان انا حطيت ورقتين لوري. حطيت الملح اهو. خلاص كده الفول استوى زي ما انتم شايفين. هنعمل ايه؟ هنولع العين دي زي ما انتم شايفين كده، وهجيب طاسه احط فيها معلقه سمنه بلدي. انا معاكم اهو، ثواني. جبت طاسه حطيت فيها معلقه سمنه، معلقه ثوم، معلقه كزبره، وهحمرها عشان اطش الفول ده تتحمر معايا وارجع لكم. لسه بحمر في الثوم اهو. عايزه اقول لكم الفول النابت ده طعمه حلو قوي، انا بحبه. كانت الله يرحمها ستي الف رحمه ونور عليها، كانت بتحب تعمله في الفطار، هي ووالدتي يفطروا بيه فتة الفول دي. وانا بحب شربته قوي وبعصر عليها ليمونه. وداعا بقى للحمه، وداعا للفراخ، وداعا لكل الحاجات اللي احنا ايه هنودعها عن قريب، ما نقلقش. الفراخ عندنا النهارده ب73 جنيه الكيلو، والبانيه ب140، واللحمه ب240. مش عارفه هنروح فين تاني. الحمد لله. والسمك ب55. حمر في الثوم اهو. عشان هنطشه على الفول في الحله. مش عارفه انا كنت ماسكه المعلقه الصغيره دي عشان انفع ايدي. في حاجات كتير ينفع نوفرها زي ما انا بقول لكم. يعني مثلا الفول ده بنستسهل ونشتري بتاع بره، ما نعرفش معمول ازاي، ما نعرفش ايه خطواته. طيب ما انا اوريكم نص كيلو عمل معايا كميه قد ايه، وفر لي قد ايه، وفي نفس الوقت حاجتي اللي انا عاملاها في بيتي وبطريقه سهله جدا. شايفين التومه؟ انا بحبها لونها ذهبي. الثوم والبصل لما بيتحرقوا او بيغمقوا بيمرروا الاكل.
خلاص كده. شايفين الجبل؟ شوية فول نابت كده تحفة. لسه هنعمل تاني. اوعوا تفتكروا الفول النابت شقلب وقلب، لا لا لا، ده ليه خطوات وليه حاجات كتير لازم نعملها. دلوقتي انا هاخد الحلة دي وهروح بيها على الرخامة وهقول لكم هنقدمه ازاي. دلوقتي الحلة معايا اهي، ومعايا طبق او طاجن او صينية ايا كان عندكم. اشتريت كمان عيش شقق محمص. هقطعه وارجع لكم. كده خلاص انا قطعت العيش المحمص. مش هدخل بقى فرن ولا احمص على النار ولا اي حاجه من دي. انا هعمله بطريقه ماما وتيتا الله يرحمهم. هحط معلقه سمنه بلدي كده، وهعري بقى حل. نسيت اقول لكم، معلش. دي السلطه اللي انا عملتها. نجيب معلقه هحيقها تحقيق العادي اللي هو كزبره وملح وشويه سكر صغيرين وشويه كمون وشويه سماق. ده التحقيق بتاعي العادي. هقلبها. سلطه عاديه خالص زي اللي بناكلها، سلطه بلدي. بس حقيقي انا ما عنديش جزر، كان نفسي احط لها ايه جزر. كده السلطه خلاص. نجيب الكبشه، احاول اجيب الحله الناحيه التانية. سايبه المعلقه دي ليه؟ عشان فيها شويه سمنه. هنزل كده. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي. كده انا بنزل بالشوربه بس زي ما انتوا شايفين اهو. هملى المج ده كمان شوربه. كفايه كده. احط شويه كمان عشان يبقى طري عشان اولادي. نجيب المقصوصه واطلع بقى. انا قلت لكم ان انا حطيت ورق غار، بشيله كده اهو. ابتدي بقى احط الفول زي ما انتوا شايفين. مش بحط البصل كله، مش بشيله كله. شايفين كده كمية الفول. عايزة اقول لكم ان الحلة فيها فول. هنزل بقى بالسلطة بتاعتي. بسم الله.
اجيب سكينه اقطع لكم الليمونيه ديت. وقعت في الطبق. وكده ده كان اكل النهارده. فتة الفول النابت زي ما انتم شايفين، العيش والفول والسلطه، وشوربه الفول النابت زي ما انتم شايفين اهو. انا بحاول اقرب لكم الدنيا اهي. ما تنسوش تعملوا لي اللايك والاشتراك في القناه وتشيروا لي الفيديوهات بتاعتي وبحبكم في الله، وربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. ويا ريت تجربوا طريقه الفول النابت في البيت بتتعمل ازاي وبتطلع ازاي. عايزه اقول لكم طعمه حلو قوي 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 قوي، جربوه. دي من حاجات زمان، ويا ريت تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه ايه.